ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده رحله جديده وفسحه جديده ويوم جديد من ايام الوكاله. جولتنا ابتدت من عند كورنيش بولاق ابو العلا زي ما احنا شايفين كده. طيب، اول حاجه هنلاقيها في وشنا الكوتشيهات. احنا النهارده موجودين يوم الجمعه، وحبيت اشارك معاكم الوكاله يوم الجمعه واوريكم الاجواء عامله ايه. خلونا بقى نشوف اسعار الكوتشيهات دي. وعايز اقول لكم ان سعر موحد كان 150 و200 جنيه، طبعا على حسب حاله الكوتشي. طبعا في جديد وفي مستعمل. الجديد كان عامل 200 والمستعمل 150 جنيه، هو استعمال خفيف يعني. طيب، هم موجودين امتى؟ هم بيبقوا موجودين يوم الجمعه في المكان اللي هم قاعدين فيه ده. وعايزه اقول لكم ان اللبس الشتوي بقى نزل، وهقول لكم الاسعار الجديده ايه. طبعا اسعار مختلفه عن السنه اللي فاتت خالص يعني كنت شاركت معاكم فيديو الاسعار السنه اللي فاتت كان 200 و250 جنيه اي جاكيت. تعالوا بقى نشوف الاسعار السنه دي. اسعار السنه دي غاليه جدا جدا، وعاليه جدا يعني من وجهه نظري. طيب، احنا كده داخلين وهنلاقي اول ستاند معانا ده الاطفالي، كان عامل 150 جنيه. وهنلاقي البروفلات دي كانت عاملة 250 جنيه زي ما احنا شايفين بقى. فيها اوفر سايز وفيها مقاسات. طبعا كل ما بتقلبي في الستاند بتطلعي قطع حلوة يعني. طيب، الفرشة دي اسمها او اسمه ايه؟ اسمه علاء عبد الراضي، موجود تحت الكوبري كده زي ما احنا شايفين. اول ما تدخلوا من ناحية الكورنيش عند مسجد السلطان ابو العلا. الستاند ده كان عامل 25 جنيه صيفي. الوكالة كلها، كل الاستندات والفروشات والمحلات خلاص لموا بقى الصيفي، خلاص كل سنة وانتم طيبين. وخلاص بدأوا موسم الشتاء، وحطوا الجواكت يعني والشراويل الشتوي وكل الملابس اللي تخص الشتاء. هنا الاستند ده كان عليه جواكت وبليزر وحاجات حلوة من دي، كان عامل 250 جنيه زي ما شفنا السعر في البداية. كل ما هتقلبي بقى هتلاقي ايه حاجات حلوه. طيب، لو عايزين توصلوا لهم قلت لكم موجودين طول ايام الاسبوع تحت الكوبري فرشه علاء عبد الراضي. هنا كنت باخد لكم جوله في الاستندات. ده ب 200 جنيه، ده بروفولات، ودي برضو ب 250 جنيه. ده جديد نوفي يعني مش مستعمل او مش ستوك. هنا بقول لكم باخد لكم زوم يعني. ده مسجد السلطان ابو العلا، وهنا الفرشة. داخلين بقى على الستاند البناطيل ده. والستاند البناطيل كان فيه بناطيل قطيفة وشراويل. برضو كان 200 جنيه اي بنطلون. الاسعار غريبة شوية او عالية شوية، فسألت قالوا بقى علشان ارتفاع البنزين والغاز وكده. طيب، الجواكت بقى والبلطوهات والحاجات الحلوة دي، كان اي جاكيت اي بلطو كان عامل 500 جنيه. في الحقيقة انا استغربت زيكم ليه ب500. فقال لي هي دي الاسعار السنة دي اللي هي ماشيين بيها. ممكن يكون علشان بداية الموسم يعني، فالاسعار بتبقى غالية، وفي انتهاء الموسم او في التصفيات الاسعار بتنزل. طيب، افضل يوم نروح فيه الوكالة هو يوم ايه؟ لو عايزين تشتروا الحاجات اللي هي الجديدة او هما بيفرشوا بضاعة جديدة بيفرشوها يوم الجمعة ويوم الحد من كل اسبوع. لو بتحبوا الزحمة يبقى روحوا يوم الجمعة. لو ملكوش في الزحمة وعايزين جو رايق يبقى روحوا اي يوم في نص الاسبوع. عندك من السبت اليوم الخميس ممكن تنزلوا، طبعا هتلاقوا الجو رايق شوية. لكن طبعا الجمعة بيبقى الجو مزدحم. طبعا مش عايزة اقول لكم ان الاطفال بلاش، علشان اطفال بتحب تجري، والسوق بيبقى زحمة شويتين، لان في ناس ما بتفرش غير يوم الجمعة في الوكالة، علشان كده هنلاقي الزحمة يعني في الوكالة. طيب، دي شراويل، وده كانت بلوزة تايجر للي هم المحبين التايجر والحاجات الحلوة دي. وده هنا استند بقى اطفالي، الجواكت الاطفالي. عايزه اقول لكم ان انا لفيت الوكاله كلها، كنت حابه اصورها لكم واوريكم الجواكت والحاجات اللي معروضه جديد، علشان لو حابين نشتري جواكت بقى ونفرح الولاد. بس الفيديو كان هيطول عليكم قوي، كان هيبقى طويل، فحاولت اختصر على قد ما اقدر. الجواكت دي بالمناسبه ب 200 جنيه اي حاجه على الستاند، سواء بقى فرو، قط، بامب، مبطن، قطيفه، اي جاكيت بناتي او اولادي كان عامل 200 جنيه. طبعا انتوا بتقلبوا بقى في الستاند وتختاروا المقاس اللي انتوا حابينه واللي انتوا عايزينه. طبعا عايزه اقول لكم ان الوكاله اكتريتها بيبقى لبس اطفالي، علشان الاطفال بتستهلك هدوم كتير، فبنحب نجدد لهم الهدوم.
الجواكت هناك في حاجات استهلاك خفيف، وفي حاجات جديدة نوفي يعني، وتعيش على فكرة سنة واتنين وتلاتة. بالمناسبة ده كان بلطو بناتي، كان برضو الاستند عامل كله 200 جنيه اي حاجة فيه. ولو وصلتوا لغاية هنا لايك واشتراك وكومنت، وخلوني نتمشى مع بعض كده في الوكالة. شايفين الجاكيت الاورنج ده كان اولادي، كان يلبس لحد 5 سنين. وده كان استند تاني برضو سن كبير يعني من اول 11 سنة و12 سنة وكده. طيب احنا لسه مكملين برضو في البداية، ولسه بقى هندخل عند زكي السماك وهنشوف الجولة بتاعتنا وصلت لغاية فين. ده كان استند عبايات، وكان اي عباية عندهم 250 جنيه زي ما احنا شايفين. بحب اصور معاكم السعر والعبايات كمان، يعني اوريكم الموديل. دي كانت عباية كحلي، كانت الموديل بتاعها كان جميل بكباسين، ينفع طبعا نلبسها زي ما احنا حابين بقى. هي كخامة كانت خامة كويسة. عندهم تركي، عبايات خليجي وعبايات تركي وعبايات سوري، عندهم موديلات كتيرة جدا جدا. الناس دي معاملتهم ذوق، يعني من ضمن الناس اللي في الوكالة اللي تستحق فعلا ان احنا نقف عندها ونشتري من عندها ونتفرج. هتلاقوني كمان صورت معاكم عند محل باب رزق جنب كبدة الدريني، وهوريكم اسعار الجواكت هناك، وهوريكم حاجات حلوة، وهقول لكم ان هما ليهم كذا فرع، وهنشوف مع بعض الموديلات. كده احنا داخلين على فرش تاني جنب اللي هو اللي احنا لسه مصورين عنده ده، اللي هو ايه، علاء عبد الراضي. الاسعار بتبقى في الوكالة كلها يعني شبه بعضيها، كان من 200 ل 250، الجواكت ب 450 و 500 جنيه. هتلاقوني مصوره لكم معظم الحاجات اللي في الوكالة. طيب احنا ممكن نروح الوكالة ازاي؟ الوكالة ممكن نروحها عن طريق محطة جمال عبد الناصر الخط الاول، وممكن نروحها عن طريق الخط الثالث محطة ماسبيرو. طبعا المحطتين هيودونا للوكالة. ممكن طبعا عن طريق الكورنيش. هنا كان جواكت بقى، بصوا الجمال، بصوا حلوة قد ايه. ده برضو قال ب 500 جنيه اي جاكيت من دول، وهوريكم البراند بتاع الجاكيت يعني علشان تتأكدوا منه. طب لو احنا حابين بقى نشتري جواكت حلوة وجميلة يعني، فخلونا في التصفيات كده، خلونا على شهر واحد. في اخر واحد هنلاقي الوكالة كلها منزلة تصفيات. لو حابين بقى نشتري في بداية الموسم، فده يرجع لكم يعني، ممكن تروحوا تشتروه يعني من هناك اللي يعجبكم واللي يناسبكم. طيب نصيحة كمان، لو عايزة تروحي الوكالة يا ريت ما تروحيش لوحدك. يعني لو مش بتعرفي تشتري، خدي اختك او صاحبتك او مامتك علشان تتأكدي من القطعة قبل ما تشتريها، وتقيسيها كويس وتختاري اللون. روحوا بالنهار، لان بالنهار الالوان بتبقى باينة. الخامة لو منشية، يعني ايه لو منشية؟ يعني لو هم جايبينها وغسلينها حاطينها في نشا وكده، فهتبقى باينه بالنهار. لكن الخامات زي ما احنا شايفين اهي قدامنا كويسه جدا، فمروحنا بالنهار بيبين لنا الالوان، وبيبين لنا هل الجاكيت في قطعه، في ديفو، في حاجه زي كده. بنعرف نقيس. لو هنلف لفه وهنستبدل القطعه بنقدر نرجع تاني. لكن ما انصحش حد يروح الوكاله اخر النهار او بالليل، لان خلاص بقى بيبقى الحاجات اتاخدت او اتنقضت يعني، وبيبقى خلاص يعني مش عارفين نشتري. طيب هنا قلت لكم الجواكت دي كلها والبلطوهات والبليزرات كانت عامله 500 جنيه. طبعا ممنوع الفصال، هما بيبقوا كاتبين كده ممنوع الفصال. لكن الحاجه لو مش مسعره فطبعا عادي ممكن تفصلي في القطعه وتاخديها بالسعر اللي يريحك. طبعا لو عايزه اقولك، لو بتدوري بقى على سواريهات وعندك مناسبة ومش عارفة تجيبي فستان سواريه بسعر رخيص، هتلاقي برضو في الوكالة محلات لبيع الفساتين السواريه والملابس يعني بتاعت الافراح. الوكالة سوق كبير جدا، في ملايات وفي ملابس وفي حاجات كتيرة، يعني هو فعلا يستحق الزيارة، بس ايه، محتاج اللف الجامد. هنا كان قال لي الستاند ده فيه قطيفة، يعني في بلوزات قطيفة وفي حاجات جميلة جدا. كنت عايزة طبعا اصورها لكم بس الوقت ايه مكانش يسمح. فخلونا بقى ندخل كده ونشوف الجمال اللي معانا ده. هنروح نصور عند حد جميل اسمه باب رزق. هنا الستاند ده كان ب100 جنيه. كل الحاجات دي جديدة، اطفالي، مقاسات
كويسة يعني كل ما تقلبي هتلاقي المقاس اللي يعجبك. الاطفالي هتلاقوه كتير كتير جدا في الوكالة. لو محتارة تجيبي لبس يعني لاطفالك منين، فانصحك تروحي الوكالة، هتلاقي استندات كتير ومحلات كتيرة واسعارهم بتبقى كويسة عن بره. بصوا بقى، احنا نزلنا الوكالة النهاردة مخصوص علشان خاطر عيونكم انتوا، علشان في كذا حد طلب مني يعني على فيديوهات الوكالة وكتب لي يا ريت تنزلي وتشوفي اللبس الشتوي نزل ولا لا، والاطفالي بكام، وتشوف لنا الاجواء في الوكاله. ونزلت كمان علشان كنت محتاجه تيشرتات قطن، هفرجكم عليها وهقول لكم الاسعار وهقول لكم تشتروها منين، وهفرجكم كمان الخامه. ده استند بناطيل، وعايزه اقول لكم ان البناطيل دي الاستند كبير جدا، وفي بناطيل تنفع لاولادنا في المدارس، وتنفع طبعا للجيم، وتنفع للخروج. كانت حلوه قوي وجميله جدا، وزي ما احنا كنا شايفين مع بعض السعر. الوكاله سوق كبير وسوق جميل، وفعلا يستحق الزيارة ويستحق ان احنا نروح. لو عايزة تلبسي هدوم برندات وتكون كويسة وتعيش معانا، هتلاقي في الوكالة، بس بتحب اللف كتير جدا علشان تقلبي في الاستندات بقى وتطلعي قطع كويسة. طيب نصيحة، لو عجبتك قطعة يا ريت تشتريها من غير ما تترددي، بس تكون عجباكي ومقتنعة بيها، تكوني قايساها ومتأكدة من المقاس. في بعض المحلات بيبقى فيه بروفا ينفع نقيس، وفي بعض المحلات ما بيكونش فيه بروفا طبعا، فبتقيسي وانت واقفه كده في الشارع، او بتاخدي القطعه كده وترجعي تقيسيها في البيت. بس اتفقي معاه ان انت ممكن ترجعي تبدليها في اي وقت، او ترجعيها لو ما لهاش استخدام عندك. فده اتفقوا مع البياع لو ما عندهوش بروفا. هنا التيشيرتات الجميله اللي احنا قدامنا دي كانت ب125 جنيه، وطبعا ده اقل سعر في السوق للتيشيرتات الرجالي او الشبابي. عايزه اقول لكم ان اللون البينك ده كان اجمل لون، وكخامه كويسه جدا، ما بتوبرش وما بتكشش يعني لما بتخش الغساله، او ما بتمطش. يعني في خامات كده بتلاقيها دخلت الغساله مره واتنين تلاقي المقاس وسع. فكخامه هي كانت خامه كويسه. قلت لكم في الالوان. دي طبعا تيشرتات تنفع لفصل الخريف، هي تيشرتات حلوه قوي وجميله والوان كمان مختلفه. طيب هنلاقيه فين؟ زي ما صورت لكم الاستند موجود جنب كبده الدريني على طول. طبعا احنا بعد ما هنخلص كده وصلنا عند باب رزق، واي جاكيت من اللي احنا شايفينه ده اولادي وبناتي ب200 جنيه. طيب باب رزق عندهم فرعين، فرع على الكورنيش مباشرة، والفرع اللي احنا موجودين فيه ده جنب كبدة الدريني. باب رزق عندهم شراويل واطفالي وحريمي، عندهم كل المقاسات وكل الموديلات، عندهم شغل كتير جدا وجميل. المعاملة بتاعتهم ذوق، عندهم بروفا لانهم محل كبير مش صغير، من الناس المحترمة اللي اشتريت من عندهم واللي وقفت صورت عندهم. عايزة اقول لكم لو عندكم اكتر من طفل وحابين تجيبوا له يعني كذا جاكيت، الاسعار عندهم حلوة كويسة. اي جاكيت ب200 جنيه، اي جاكيت من دول ب200 جنيه، اولادي بناتي ب200 جنيه. طبعا احنا ممكن لو خدنا كمية ممكن يفاصل معانا او ينزل معانا. ليه؟ لان انا قلت لكم هم معاملتهم ذوق وخامتهم كويسة، والجواكت بتاعتهم كمان يعني البضاعة بتاعتهم من الاخر بضاعة كويسة جدا. لو لفيتوا الوكالة كلها مش هتلاقوا زي الموديلات والخامات اللي عند باب رزق. هنا كان الجاكيت الاحمر ده كان اولادي، بس كان جميل جدا. كان بيقول لي القطعه دي يا تلحقيها يا ما تلحقهاش، قلت له ماشي تمام. زي ما احنا شايفين الجاكيت كان قط، طبعا يمشي خروج بقى. ومش عايزه اقول لكم ان الولاد بتستهلك قد ايه الجواكت. اللي هو الجاكيت اللي هو ده كنت فاكراه سلوبيتا لكن طلع جاكيت. لو بتدوروا بقى على اماكن حلوه تشتروا منها، ده افضل محل قلت لكم للاطفال هو وبوابه الوكاله استاذ نوصر. المحلات دي فيها شغل عالمي، فيها شغل جديد، فيها جواكت كويسه جدا، فيها موديلات مش هتلاقوها في اي حته تانية. طيب خلونا نتفرج على الستاند ده والستاند التاني، وهفرجكم الشغل قطعه قطعه علشان تبقوا متاكدين من الشغل اللي انتوا عايزينه. ممكن كمان لو عجبتكم قطعه دلوقتي تاخدوها سكرين، وهسمعكم رقم التليفون علشان تتواصلوا معاهم وتروحوا وتشتروا من عندهم. قلت لكم هم موجودين جنب كبده الدريني على طول، محل باب رزق، وهتوصفوا لهم. وكمان عاملين عروض بمناسبة الافتتاح الفرع التاني يوم الحد القادم.
فسحة سعيدة ورحلة سعيدة ويوم جديد من جولات الوكالة، وحبيت أشارك معاكم اللبس الشتوي قبل بداية الموسم بقى، علشان نلحق نشتري ونجدد دولاب الولاد ونجيب لهم حاجات حلوة وكويسة بخامة كويسة وكواليتي كويس. كمان هتلاقوني هصور معاكم سلوبتات مواليد، وهنصور دلوقتي استند عبايات حلوة قوي، وهنصور مع بعض تيشرتات قطن، وهنصور هنلف الوكالة كلها. هصور لكم كمان لو عايزين كوتشيات اوريجينال وكوبي، هتلاقوني مصورة معاكم حاجات بصراحة تحفة. يلا بينا نسمع رقم التليفون. 03 وحيد ماشي 2 سبعتين 1 9 5 6 03 وحيد 2 سبعتين 1 9 5 6 5 6. زي ما سمعنا مع بعض من شوية رقم التليفون بتاعهم، وطبعا شفنا الرقم موجود على الشنطة لو حابين تاخدوه سكرين. هنا قال لي صوري المحل، يعني باب رزق جنب كبدة الدريني. وتعالوا نبص على الشراويل دي، كان اي شروال منهم ب150 جنيه. طبعا شايفين جمال الالوان، الشراويل دي مبطنة اولادي وتنفع بناتي برضو، بس هي اولادي اكتر. كان في الوان كتيرة جدا من الشراويل وحلوة قوي ومقاسات مختلفة، يعني كان تقريبا اكتر مقاس كان يلبس 10 سنين. خليني بقى اقول لكم ان الاسعار عندهم بتبدأ من 50 جنيه لحد 250 جنيه، ده كان اقصى سعر. وتعالوا نتفرج مع بعض على العبايات وشكل العبايات وجمالها. من الحاجات الجميلة واللطيفة عندهم ان هم قلت لكم معاملتهم ذوق وما بيملش خالص، يعني هو فرجني على الستاند كله وكان عاوز يفرجني على المحل كله. عكس ناس تانية ممكن تتضايق انك انتي تقفي بس تتفرجي على الستاند وتقلبي في القطع، فلا هم عندهم بصراحة ذوق جدا جدا جدا، وعندهم شغل عالي. يعني هم واثقين من شغلهم، واثقين من منتجاتهم، علشان كده هتلاقوهم ذوق. طيب، من نزولي الوكالة او من معاملتي مع المحلات، في ناس كويسة فعلا ممكن تشتري من عندهم وتقفي تتفرجي وتمشي. دول الناس اللي انا صورت لكم عندهم. لكن في ناس تانية معاملتهم مش لطيفة خالص خالص، لمجرد ان انت تقفي بس تتفرجي على الستاند فبتلاقي معاملة مش لطيفة، اللي هو عايزة حاجة كلام من ده. طبعا هنا بيقول لكم ان لو اي حد جه من طرفي هيعمل له تخفيض لو خد اكتر من قطعة. يعني لو خدتي عباية وخدتي جاكيت وخدتي شروال فهيعمل لك تخفيض وديسكاونت على الحاجات اللي هتاخديها. ده شكل العبايات اللي عندهم واللي موجود. طبعا شكل عبايات جميلة. سألته العبايات دي مصر؟ قال لي لا، مستوردة، كلها عبايات خليجي. اشكال وموديلات. قال لي احنا عندنا فرع تاني بره على الكورنيش فيه تشكيلة جامدة، لو حابة تروحي تصوري. قلت له لا، خلينا نصور الستاند ده الاول ونفرجهم على الحاجات الجميلة اللي عندك، وبعد كده نروح تاني المحل اللي بره بقى ونفرجهم الشغل قد ايه جميل وقد ايه حلو. بالمناسبة قلت لكم هما معاملتهم ذوق. طيب لو انت خدتي عباية وحابة تبدليها مرة تانية، ده متاح عندهم. لو خدتي جاكيت وحابة تبدليه بلون تاني، برضو ده متاح عندهم. الناس دي من قمة الذوق يعني، وقمة المعاملة، ان انتوا احلى ناس تشتروا من عندهم في الوكالة وتتفرجوا عندهم اسعار قلت لكم من 50 لحد 250. استندات كتيرة عندهم، داخلي واطفالي وحريمي، شراويل بقى وعبايات وتيشرتات وجواكت. عندهم شغل كتير وكبير. خلونا بقى نروح بعد العبايات دي وهفرجكم انا شفت ايه في الوكالة. وطبعا لما بنزل الوكالة ببقى نفسي اصورها لكم كلها، وشارع شارع وستاند استند، علشان اقدر افيدكم وانتوا في مكانكم وتستمتعوا، وانتوا نازلين الوكالة تبقوا عارفين انتوا رايحين فين، ما تضيعوش وقت يعني. وتشتروا حاجتكم يعني وتنجزوا، لان قلت لكم الوكالة سوق كبير، فلو قعدنا نلف كتير فاليوم هيضيع، واحنا عارفين ان اليوم بقى قليل. فلما نزلت الوكالة حبيت اشارك معاكم المحلات او الاستندات علشان تبقوا عارفين انتوا رايحين فين. هنا ماشية بالصدفة لقيت الاستند بتاع الكوتشيهات ده، اي كوتش ب750 جنيه. طبعا الاستند كبير جدا، يعني اكيد لو قلبتوا فيه هتطلعوا برضو بقطع تعجبكم وتشتروها.
طيب المحل ده فيه بناتي واولادي، فيه حريمي، بس انا صورت للاسف الستاند بس علشان هو كان على الطريق كده، فقلت اقول لكم ان الكوتشيهات دي ب750 جنيه. لو حابين تشتروا طبعا اقل سعرا فهتلاقوا زي ما قلت لكم ان هو سوق كبير، فهنلاقي كل الاسعار اللي تناسبنا، مش هنلاقي بس اللي هو الغالي. كمان لو عايزيني اشارك الوكالة معاكم او انزل اي يوم في نص الاسبوع، سواء من يوم السبت ليوم الخميس، يا ريت تكتبولي. انا كنت بحب انزل يوم الاحد من ناحية جمال عبد الناصر، ويوم الجمعة من ناحية ماسبيرو. طيب ايه الفرق بين اليومين؟ كنت بلاقي ان يوم الاحد اللي هو اجازة، فالاستندات بتبقى كتيرة وكبيرة وعليها شغل، واسعارهم كانت بتبقى كويسة يوم الاحد، لان ده يوم العطلات ويوم الاجازة. هنا الستاند بتاع الشنط ده فرش اسمه محمد، وعايزه اقول لكم ان محمد ده عنده شنط حلوه وجميله، والشغل اللي بتلاقوه يوم الجمعه فما بتلاقوهوش يوم الجمعه اللي بعديه، فهو قاعد طول ايام الاسبوع مش بيمشي، هو ده مكانه. طيب شنط المدرسه بقى كانت عامله 300 جنيه، وطبعا الاسعار اختلفت ونزلت عن اول قبل المدارس يعني. طيب الشنطة الخضراء دي كانت عاملة 250، والشنطة اللي في ايدينا دي كانت عاملة 200 جنيه. اسعاره حلوة وكويسة، والخامات عنده كويسة تستحمل يعني. طبعا الشنطة البنك دي برضو كانت عاملة 200 جنيه، كانت عجباني فكنت هجيب منها اسود لكن ما لقيتش. عايز اقول لكم ان هو حد جميل ولطيف وعنده شغل عالي، واسعاره بتبقى كويسة في متناول الجميع، وارخص من ناس تانية هتلاقوها برضو. طيب هو مكانه فين؟ هو قاعد جنب زكي السماك على طول هتلاقوه، هو اسمه محمد. كنت قبل كده شاركت معاكم ان في حد اسمه عماد كان على تروسيكل، كان قاعد عند شركة الكهرباء، كان عنده احلى شنط واجمل شنط، شنط مستوردة، لكن رحت كذا مرة ما لقيتوش. تعالوا بقى ندخل على التيشيرتات الشبابي ده، وده كان ب125 جنيه. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان ده التصفيات، وده احلى وقت نشتري فيه تيشيرتات صيفي ونشيلها. موسم الشتاء هو بيبقى قليل، بيبقى 3 شهور، فنقدر نشتري دلوقتي التيشيرتات الصيفي ونشيلها. في التصفيات تقدروا تشتروا كل اللي انتوا حابينه، كل اللي انتوا عايزينه باسعار مخفضة، وطبعا بتبقى فرصة لينا ان احنا نشيل الحاجات، فما تقلقوش يعني. موسم الشتاء بيبقى 3 شهور، فلو حابين تشتروا تيشيرتات من دي ب125 جنيه. الخامة كويسة، الخامة تعتبر على قد الفلوس. فهو واقف جنب على طول بتاع الشنط، جنب محمد بتاع الشنط على طول الستاند بتاع التيشيرتات ده. لو بتسألوا على الصيفي بقى، فالصيفي كله اتشال بقى، سواء بناطيل او فساتين او جيبات، كل الصيفي اتشال من السوق. فلو وصلتوا لغايه هنا لايك واشتراك وكومنت، وسالتوني انتي بتصوري الاطفالي والبناتي ما بتصوريش شبابي، اديني صورت لكم الشبابي علشان ما بقاش حرميكم من حاجه. تعالوا نشوف كمان البروفولات دي والجواكت، كان سعر موحد 100 جنيه. طبعا كل ما تقلبي في الستاند هتطلعي بقطع كويسه. عايزه اقول لكم ان ده بقى كان جديد نوفي، يعني مش مستعمل، كان جديد. بصوا الشكل عامل ازاي. هنلاقي كمان معانا بورنوس، البورنوس ده كان جميل جدا وخامه حلوه قوي. كنت بفكر يعني اشتريه هدية لحد، بس ما كنتش عارفة هل هترضى تقبله مني ولا هتقول لا، لان في ناس اعرفها ما بترضاش تلبس من الوكالة مهما يكون القطع يعني غالية او برند. فطبعا هي اذواق، وطبعا كل واحد ليه حرية شخصية. طبعا هو ده البورنوس اللي انا كنت بقول لكم عليه، هو بورنوس كان حلو قوي وكان جميل، كان يلبس من عمر سنة لعمر 3. خلونا بقى نتفرج كده على اللبس الجميل اللي هو الاطفالي ده. وعايزه اقول لكم ان احنا كده داخلين على استند الاطفال، او استند اللي هي السلوبتات المواليد. طيب الوكالة يا جماعة فيها شغل عالي وشغل جميل، وزي ما اتفقنا قلت لكم بلاش نروح بالليل. انا جولتي ابتدت من 6 قبل المغرب لغاية الساعة 8. حاولت اصور لكم على قد ما اقدر بقى الشغل الموجود. وده كان سويت شيرت خريفي، كان ب175 زي ما احنا شايفين قد ايه الالوان جميلة. يعني انت لو شاب وعايز تروح الجامعة او بتشتغل وبتنزل كتير او بتغير كتير، فعندكم السويت شيرت ده اسعارهم كويسة 175 فكويس. وده بناطيل شراويل كانت عاملة 200 جنيه. ده الشبابي
علشان ما حبيتش انساكم. هنا برضو كان ب125 جنيه، فطبعا الخامة كويسة على قد فلوسها. الخامة خريفي وتنفع طبعا هو الشهور اللي احنا الجاية، يعني الشهور الجاية ف10 و11 بيبقى الفصل الخريفي، فتنفع طبعا السويت شيرتات دي. الخامة كويسة، مش بتوبر. هو يعني الخامة على قد الفلوس يعني يعتبر. طبعا ما ننساش ان في خامات بتبقى اغلى. طبعا انا ما نسيتكوش اهو اللي قال لي صوري لي الشباب، يعني ما تركزيش على البناتي والاطفالي. البروفالات دي عايزه اقول لكم بقى ان هي الوان كتيره زي ما احنا شايفين، بيج ولبني واسود ورمادي. كمان القمصان دي كانت عامله 75 جنيه، والتيشيرت ابو نص ده ب100، وكمان 125 و150 جنيه. طبعا بيختلف بقى الخامات. عايزه اقول لكم ان القميص كمان ابو كم ده كان عامل 200 جنيه، والمحل فيه تصفيات كتيره جدا. لو انتوا شباب بقى وعايزين لبس للمعهد ولبس للجامعه هتلاقوا عندهم اشكال كتيره. خلوني بقى افرجكم على الستاند اللي جاي ده. وعايزه اقول لكم ان الستاند ده فيه سلوبتات اللي حكيت لكم عليها في بدايه الفيديو، دي سلوبتات قطن كلها بناتي وفيها طبعا اولادي، بس عايزه اقول لكم ان الخامه بتاعتها كانت جميله جدا. السلوبتات مستورده. طبعا الستاند ده يا تلحقوه يا ما تلحقهوش. ليه بقى؟ لان بيبقى فيه اقبال عليه كتير جدا، وخصوصا ان السعر طبعا كويس. الخامة كويسة، فهتلاقوا بقى ايه الستاند يعني ما بيقعدش. طيب المقاسات بقى كانت فيه من عمر سنة لعمر 5 سنين. لقيت سلوبتات كتيرة جدا. خلونا افرجكم الاشكال والالوان ونمشي كده مع بعض واحدة واحدة. لما بنزل الوكالة بحب افرجكم على الحاجات اللي موجودة علشان تشوفوا قد ايه هي جميلة. ده السلوبيتا كانت على شكل فستان، وطبعا زي ما انتوا شايفين في كمان قط وفي كمان نص وفي كمان سلوبيتات مرسوم عليها. الملونة بقى اللي جاية دي كانت بتفكرني بفيلم بلية، لما كانت الكتعة سرقة يعني بلية. بصوا السلوبيتات على شكل فساتين، سلوبيتات جميلة جدا. صورت لكم كمان علامة مميزة علشان لو حابين تروحوا له. وسألته عن اسم المكان يعني او اسم الحارة. بصوا هم قدام المدرسة على طول. المدرسة جنب مسجد السلطان ابو العلا. هتلاقوني دلوقتي مصور لكم علامة مميزة علشان تقدروا توصلوا له بسهولة. وزي ما قلت لكم كمان ان الوكالة الشغل ده بيبقى موجود يوم الجمعة، ويوم السبت طبعا بيبقى ايه موجود بواقي. لو كان في باقي، ما كانش في باقي فبيضطروا بقى يعرضوا ايه البضاعة اللي هي الجديدة كل يوم جمعة. تمام. يا رب اكون قدرت افيدكم بالمعلومات اللي يعني تحتاجوها لما تنزلوا الوكالة. الوكالة سوق حلو، يعني سوق جميل، بيبقى في ملابس اطفال، وكمان في شارع مخصوص كده صورته قبل كده معاكم، بيبقى فيه هو ملابس اطفال بس بقى، جواكت، قمصان، تيشرتات، شورت جينز، بناطيل جينز. بصوا دي المدرسة هعمل لكم عليها زوم، اسمها مدرسة ابو الفرج. هتلاقوا اهو السلوبتات اهو، هو ده المكان وهو ده المحل. هتلاقوا سلوبتات بقى كتير. شايفين الاستند اكتر من استند يعني. كان كتير جدا. طيب هنا بقى دخلنا على محل تاني، وده كان شورت بناتي كان ب45. وعايزه اقول لكم ان المحل ده اسعاره رهيبه. بتبدا القطعه من عنده من اول 10 جنيه لغايه اقصى حاجه 150 جنيه. عندهم بقى ايه عندهم بديهات قط ونص كم، بديهات قطن وفلنات رجالي وحريمي. عندهم تيشرتات، عندهم بديهات كارينا، عندهم تيشرتات تنفع للمصايف هنشوفها مع بعضينا، كانت عامله 65 جنيه على الستاند. عندهم طبعا المقلم ده. الحاجات دي جديده. كل البضاعة اللي احنا شايفينها قدامنا على الستاندات دي كلها جديدة. لو شايفين اسعارها رخيصة يعني، هو اسعاره حلوة قوي. كمان كان عندهم بناطيل مبطنة ل13 سنة و12 سنة، كانت عاملة 75 جنيه. انا اشتريت منه حقيقي، كان جميلة. التيشيرتات القطن دي بقى اللي حكيت لهم في بداية الفيديو ان انا كنت جاية مخصوص علشان اشتري من عنده، لانه في الصيف كان عنده تيشيرتات حلوة قوي. هنا السويت شيرت ده ب175، طبعا ينفع للمدارس لو بتلبسوا اللون ده. عندكم الستاند مليان كتير جدا. وهنا كان ب65 التيشيرتات القطن دي زي ما احنا شايفين بقى، ازرق واسود وبني ورمادي، كل الالوان. طيب التيشيرتات دي كانت قطن صافي معلهاش بوليستر او ليكرا، يعني ما كانتش بتمط، لا هو قطن صافي. بصوا بوريكم ان كل الالوان دي موجودة ب65 جنيه.
ممنوع الفصال منعا باتا، يعني ممنوع الاحراج. ده بقى كان ب45 جنيه، بس كانت خامة كويسة، خامة خفيفة. طبعا عايزة اقول لكم ان التيشيرتات دي في منها يعني ينفع حريم ورجالي، في رجالي بس. هنا كانت مقاسات بقى من اول ميديم لغاية 2 اكس و3 اكس بالمقاس، يعني كل ما تقلبي كل ما هتطلعي بالمقاس اللي انت عايزاه. بصوا بوريكم ان هي قطن صافي، مقاس كبير مريح مش بيكش، خامتهم كويسة. هنا كانت بناطيل اللي هي الاسترتش دي، بس كانت خامة خفيفة، كان عامل 65 جنيه. كل الالوان ده احمر وزيتي وبني ورصاصي واسود، كل الالوان دي كانت عاملة 65 جنيه، اللي هو خامة على لكرة بس خفيف شوية. يا رب اكون قدرت افيدكم واوصل لكم الصورة عن استندات الوكالة وعن المحلات وعن يوم الجمعة بيبقى عامل ازاي. هنا الحتة دي ب15 جنيه او 25 جنيه. الاستندات بقى كلها مليانة. ده المحل حاولت اخد لكم لقطة بسيطة كده لان هو ممنوع التصوير داخل المحل، بس الاستندات اللي بره في الشارع عادي جدا. المحل كبير فيه شغل كتير. الحتة عندهم بتبدأ من اول 10 جنيه، يعني عندك الترنج ده كان يلبس 5 سنين، كان عامل 125 جنيه قطعتين. ودي التيشيرتات اللي حكيت لكم عليها اللي تنفع للمصايف او للجيم، القطعة كانت عاملة 65 جنيه. طبعا الباديوهات الكارينا اللي هي في وشنا دي اللي هي الابيض والاسود كانت عاملة 35. هنا بقول لكم ان هي مقاسات كبيرة، لونين بس، كانت اورنج واخضر. ودي البناطيل الجينز طبعا شايفين سعرها نزل عن قبل العيد الكبير، كنت مشاركه معاكم فيديو، كانت الاسعار بناطيل الجينز من 450 جنيه. وهنا استند تاني بقى للجواكت الشتوي والبلطوهات، لقينا الاسعار رخيصه شويه، في حاجات ب450، في حاجات ب600، في حاجات ب250 جنيه كمان، في حاجات دي ب100 بس ايه كان فيها بروفولات يعني مستعملة شوية. الوكالة حلوة قوي وجميلة، بس عايزاكي تلفي كتير علشان تشتري قطع كويسة وحاجات كويسة. عايزة اقولك ان طول ما انتي بتلفي هتلاقي قطع لقطة، هتلاقي حاجات حلوة قوي، هتلاقي بلوزات بروفولات. الجميل بقى في الوكالة ان في ناس يعني بتروح الوكالة تشتري منها مخصوص بضاعة، يعني في ناس بيبقوا فاتحين محلات بيروحوا يشتروا منها بضاعة وبيبيعوا. فعلشان كده بقول لكم انزلوا بالنهار علشان تقدروا تلفوا وتجيبوا قطع كويسة تشتروها. دي البلطوهات والجواكت اللي عدت معانا. وهنا كانت التيشيرتات دي، كان اي تيشيرت عامل 45 جنيه، كان يلبس لحد 3 سنين و4 سنين زي ما احنا شايفين كده. صغيرة، هي المقاسات صغيرة. فقعدت ادور على مقاس 5 سنين يعني او 6 فما لقيتش. بصوا بقى ده ب200 جنيه، دي جديدة نوفي، دي لبنات الجامعة، لبنات اعدادي، لبنات ثانوي، لو حابين تروحوا الدرس وتنزلوا كل يوم بطقم شكل. هنا البروفولات دي جميلة قوي وخامتها خامة كويسة والوان كتيرة واشكال كتيرة كمان. واحنا ماشيين كده هنلاقي معانا حد جميل كان بيبيع كوتشيهات وبواقي، يعني اي شنطة واي كوتش عنده هنلاقيه ب35 جنيه. هصوره لكم برضو واوريكم علامة مميزة علشان لو حابين تروحوا تشتروا من عنده اي حاجة ب35 جنيه. اي حاجة هتلاقوها عنده كانت ب35 جنيه. ده الجواكت دي ب450 جنيه كل الجواكت. طيب لو احنا مش حابين نشتري دلوقتي، يا ريت يعني نستنى شوية على التصفير كده بتاعت الشتاء. وطبعا الوكالة بتصفي كلها في اخر شهر يناير، فهنلاقي كل الجواكت دي اسعارها نزلت ل200 و250 جنيه. دي بقى البروفولات اللي هي الفرو والكارديجان هنلاقيها ب200 جنيه. وطبعا هنلاقي جواكت قط، وهنلاقي كل اللي احنا محتاجينه في الوكالة. لو وصلتوا لغاية هنا لايك واشتراك وكومنت. لو الفيديو طول عليكم شوية، انا حاولت اصور لكم على قد ما اقدر واوريكم المحلات والاستندات وشكل الوكالة يوم الجمعة بيبقى عامل ازاي والبضاعة اللي بتبقى فيه. عايزة اقول لكم واحنا ماشيين لقينا من ناحية جمال عبد الناصر طبعا شغل كتير جدا، بس للاسف ما رضيتش اصور علشان ما اطولش عليكم. ده هنا بتاع الكوتشيهات ابو 35 جنيه اللي لسه حكي لكم عليه. كان اي حاجة على الستاند هنا ب35 جنيه، سواء بقى كوتش كبير او كوتش صغير، صندل، سواريه او سليبر، كله ب35 جنيه سعر موحد. طيب هو
واقف طول ايام الاسبوع علشان بس ما تتوهوش وما تحتروش. بيبقى سعره موحد 35 جنيه. عندك الصندل السواري ده برضو كان ب 35 جنيه. والكوتشيهات زي ما احنا شايفين هو ده شغله، وهو ده اللي الحاجات اللي بتبقى معاه. الحاجات دي مستعملة مش جديدة، علشان بس تبقوا عارفين. كمان هنلاقي حد بتاع كوتشيهات اوريجينال، كان الكوتشي بيبدأ من 800 لحد 1200 جنيه، واقف على تروسيكل امام بوابة الوكالة. طبعا الاستاذ اللي هو واقف على التروسيكل ده سألته على رقم تليفون او عنوان او كده، للأسف ما ادانيش. فبص، هو الكوتشيهات دي ده ب 800 جنيه، وهنلاقي كمان لحد 1200 جنيه. هنلاقوه بقى بيتجول، يعني ممكن تلاقوه واقف في المكان اللي هو واقف فيه ده عند مسجد السلطان ابو العلا، وممكن تلاقوه واقف في انحاء الوكالة. انا صورته لكم وهو واقف على التروسيكل علشان لو حبيتوا يعني وشفتوه. دي اشكال الكوتشيهات اللي موجودة، واللي حاجات البضاعة اللي موجودة معاه هو ده. دي كلها الكوتشيهات عايزه اقول لكم ان خفيفة جدا. وكماركة طبعا انتوا عارفين ماركات الكوتشيهات عاملة ايه، الاوريجينال طبعا. وعارفين اسعار بتبقى بكام. فهنا من 800 ل 1200 طبعا اسعاره كويسة جدا جدا. فاتمنى لكم بقى رحلة سعيدة، وتشتروا حاجات كويسة وقيمة. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة فصل الشتاء. باي باي، القاكم على خير في جولات تانية كتير في الوكالة وغير الوكالة. ولو حابين تروحوا اي مكان ياريت تكتبولي وانا مش هتأخر عليكم. القاكم على خير. اسمك ايه؟ اعلان بايه؟ ترتيبة على تروسيكل. يا لا يا لا يا ابو، يا لا يا حراق. هنا